المجد في كل أزمان. يا ما عدوك يا بلادي تعنى، ويا ما عدوك يا بلادي تعنى. عز الوطن وصقورها ترفع الشان في طايرات تردع الشر عنا. دوري شموخ المجد للمجد عنوان، ونقص الخشوم بالمذلة تغنى. اليوم مجد المملكة تملك عنان، هنا قررت البطولات تسنى، هنا قررت البطولات تسنى. هنا يشار لدارنا فوق بإذن انظم القوارنا سلام الملكي، سلام خذ. جنبك سلاح. يا سلماني ورجالي سلمان، ولبيه يا دار الفخر يا وطننا. دار غدت ما هي مثل كل الاوطان، اليوم داري بالمفاخر تحنى. نبطي خضابك مجد في كل ازمان، ويا ما عدوك يا بلادي تعنى، ويا ما عدوك يا بلادي تعنى. عز الوطن وصقورها ترفع الشان في طايرات تردع الشر عنا. دوري شموخ المجد للمجد عنوان، ونقص الخشوم بالمذلة تغنى. اليوم مجد المملكة تملك عنان، هنا قررت البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الزملاء الضباط، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا صاحب السمو، وأنتم ترعون افتتاح مقر قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الحدود الشمالية، فأهلا بكم في معقل الأسود في ميدان العز والشرف. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوه الجندي نواف بن حاكم المجلاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صاحب السمو، حفلنا الكريم منذ أعوام عديدة وقوات الطوارئ الخاصة تشهد إنجازات من رجالها الأوفياء في أرض الميدان، وتشهد أيضا تطورا في كفاءتها وقدرتها من تأسيس وإحداث فروع لها في مناطق المملكة. كلمة سعادة قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الحدود الشمالية قدم مظلي عبد الله بن حلمي غازي العتيبي.
الله. سيدي صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية حفظه الله، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي ونيابة عن كافة منسوبي قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الحدود الشمالية من ضباط وضباط صف وجنود، نرحب بسموكم أجمل ترحيب، ونسعد بتواجدكم بيننا في معقل من معاقل الأمن والبطولة، ونثمن لسموكم الكريم ما تفضلتم به علينا من وقتكم الثمين لمشاركة أبنائك في واقعهم العمل اليومي. سيدي، تواجد سموكم بيننا هذا اليوم له الأثر الكبير في نفوسنا جميعا، وشحذ لهممنا ودافع معنوي لنا جميعا لبذل العطاء والتفاني في أعمالنا. سيدي صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، بتاريخ 18/10/1435 صدرت موافقة معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج على إنشاء قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة على مستوى كتيبة لمواجهة التحديات الأمنية والحاجة إلى وجود مثل هذا القطاع بالمنطقة أسوة ببقية المناطق الأخرى. ومنذ ذلك التاريخ والعمل جاري على عدة محاور متوازية ميدانية وإدارية وتجهيزات آلية وبشرية، وبمتابعة وإشراف مستمر من معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن خالد بن قرار الحربي. وحيث بدأ العمل كمرحلة أولى بالإعداد والتجهيز للبنية التحتية، وفي غضون شهرين تم الانتهاء ولله الحمد والمنة من تجهيز عدد من المهاجع تتسع لعدد 300 فردا، ومستودعات للأسلحة والذخيرة والأثاث، وإنشاء 20 مكتبا إداريا. وبتاريخ 15/4/1436 تم مباشرة أعمال القوى الميدانية بالمنطقة وتنفيذ عدد من المهمات الأمنية خلال الفترة الماضية. ونظرا للحاجة الماسة إلى رفع الملاك من الأفراد، فقد تم العمل على إنشاء مركز الإعداد والتدريب، حيث تم عقد دورتين من دورات مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة، بالإضافة إلى 6 دورات تخصصية. بلغ عدد الخريجين منها جميعا 551 طالبا. صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، نسعد هذا اليوم بتخريج عدد 263 فردا من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة بعد أن أمضوا 8 أشهر ونهلوا فيها من المعارف المختلفة، ويتشرفون بانضمامهم إلى زملائهم في الميدان للذود عن هذا الوطن الغالي بكل ما يملكون من وسائل وما أوتوا من قوة، واضعين نصب أعينهم الحفاظ على مقدرات هذا الوطن وخدمة دينه وولاة أمره حفظهم الله. سيدي صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لتشريفكم حفلنا هذا، راجيا من الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، حفلنا الكريم قصيدة شعرية يتشرف بإلقائها أمامكم الجندي أول سليمان معيض عتيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان من كون الدنيا ب7 ليال،
جل جلاله وباسمه منطقي يبتدي، عليه في كل شيء العون والاتكال وجميع ما يبذل الوجه ما هو بغدي. والمحفل اللي تحت تشريف امير الشمال عرعر تزف السحاب وبدرها يبتدي. يا مرحبا عد ما تنطلق روف الخيال، عجز تصيغ البيوت وحبلها في يدي. قدام شخصيتك تصغر حروف المقال وتساوي الشاعر العملاق بالمبتدي. صبيان توحيد ورجال ضد الرجال، اشهر من سهيل والسبع ونجم الجدي. ابوك عبد الله ليلع كريم السبال، عزمه من عزوم جدانه وكف ندي. وجدك بفتح الرياض له فعول ومجال من اول الستة اللي تلطم المعتدي. ابن جلوي كان جال الشر باحتمال، من يجهل بسيرته عليه كبش الفدي. ذراعك ونوره عليه مد حميد الخصال، من طيب راسه على اليوم الكبير حدي. يفوح ريح الفخر مما يضم المقال، مدام مشعل وريث المجد ومقصدي. ليث شبيه البدر في ليل اكتمال، عليه في 4 جهات المملكة نقتدي. ليث شبيه البدر في ليل اكتمال، عليه في 4 جهات المملكة نقتدي. محنك في خطابات اليا قال طال اللي يرتكل المهمات الكبار تغدي. من حكمة ضربته للمعتدين ارتجال، والفتنة يقصها من عرقها الندي. وحنا فود الطواري في ربوع الشمال، يرضى الشمال المواقفنا الكبار اشهدي. دون الحرمين صفتنا سوات الجبال، من ضربنا اهل الضلال تعود وتهددي. وحنا فود الطواري في ربوع الشمال، يرضى الشمال المواقفنا الكبار اشهدي. دون الحرمين صفتنا سوات الجبال، من ضربنا اهل الضلال تعود وتهتدي. وحنا ترى رجال ما نحب الضلال، على الطلب في المهمات الكبار نعدي. نحمي وطننا من التخريب والاحتلال، وابعد حدود مقابر طامع ومعتدي. صمام امان الشمال وفزعة بي حال، وعيونها الساهرة في المظلم السرمدي. وحب الوطن والدفاعية ولبس البدال، والله لو اوصي عليها قبل اموت ولدي. وعلى العموم الكمال الوجه رب الكمال، واعذرني لي حصل تقصير يا سيدي. صاحب السمو حفلنا الكريم وبريد خاص بهذه المناسبة بعنوان رجال الطوارئ. أوبريت طوارئ وطن. كلمة الشاعر فريح الوطن. أداء المنشد عمر الحربي. هذا العمل من إنتاج ثانوية أجنادين. داري وساس المجد وأعلى مبانيه، عزي ومنبع فخري وكبريائي. حب ربى فيني وأنا عايش فيه، عهد وثيق ومخلص له وفائي. أذود عنه بكل مغليت وفديه، حتى بروحي لجل داري فدائي. ذا موطني وتنفسه عشق واغليه، والصدر ما يرخص هواي وهواي. أغلى وطن وأحلى تفاصيل الغرام، أغلى وطن وعلى تعابير الكلام. أغلى وطن وأحلى تفاصيل الغرام، أغلى وطن وعلى تعابير الكلام. أغلى وطن وأحلى تفاصيل الغرام، أغلى وطن وعلى تعابير الكلام. أغلى وطن وأحلى تفاصيل الغرام، أغلى وطن وعلى تعابير الكلام. ما جرى له بالوريد ما يجاريه القصيد، ما جرى له بالوريد ما يجاريه القصيد. قبلة الإسلام داري كل عزي وافتخاري،
بالميادين انتصاري، وللمحبين السلام، وللمحبين السلام. قبلة الإسلام داري، كل عزي وافتخاري، بالميادين انتصاري، وللمحبين السلام، وللمحبين السلام. ورث تاريخ مجيد حاضر خط المزيد، ورث تاريخ مجيد حاضر خط المزيد. المملكة يا حاقدين لا تميلوا ولا تلين، ظل سلمان العروبة وبشموخ محمدين. المملكة يا حاقدين لا تميلوا ولا تلين، ظل سلمان العروبة وبشموخ محمدين. من نصاها ما يضام، من نصاها ما يضام. جيت أقصد ببنت سكني هواها، وينساق شعار القصيد بغزلها. مثل العروس، مثل العروس اللي بقمة بهاها، واللي مزود زينها هو خجلها. عرعر ويختال الشعر ويتباهى ويزهابها، ووصوفها ما وصلها. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا. جيت يا دار الشمال أتغنى بالجمال، من غلا الديرة وأهلها صالبي شعري وجال. جيت يا دار الشمال أتغنى بالجمال، من غلا الديرة وأهلها صالبي شعري وجال. يا لحن عشقي وفنه خذ وفا حرفي وغنه، يا لحن عشقي وفنه خذ وفا حرفي وغنه. عرعر بقلبي هواها وحب من نور مساها، مشعل ويعلم يشعل طول عمره في رباها. عرعر بقلبي هواها وحب من نور مساها، مشعل ويعلم يشعل طول عمره في رباها. يا لا 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 يا 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 لا لا. مشعل سولفت عنه حبنا قولي وكنه، مشعل سولفت عنه حبنا قولي وكنه. انت مدامك معانا كل عز مع صانه، احتويت الطيب كله وقبلك ابوك احتوانا. انت مدامك معانا كل عز مع صانه، احتويت الطيب كله قبلك ابوك احتوانا. من ورثت الطيب منه يا عسى مثواه جنه، من ورثت الطيب منه يا عسى مثواه جنه، يا عسى مثواه جنه. رجال الطواري ذخر الدار، رجال الطواري خط النار، رجال الطواري وقت الجد، رجال الطواري صد الظل، رجال الطواري صد الظل. حنا قوة الطواري المغاوير الضواري، نشال الدنيا مواقف من يصير الامر طاري. حنا قوة الطواري المغاوير الضواري، نشعل الدنيا مواقف من يصير الامر طاري. رجال الطواري ذخر الدار، رجال الطواري خط النار، رجال الطواري وقت الجد، رجال الطواري صد الظل، رجال الطواري صد الظل. يرخص الروح الوطن بمالك الملك استعنا، والوطن هو المواطن ظل سلمان تهنى. نرخص الروح الوطن بمالك الملك استعنا، والوطن هو المواطن ظل سلمان تهنى، ظل سلمان تهنى. رجال الطواري ذخر الدار، رجال الطواري خط النار، رجال الطواري وقت الجد، رجال الطواري
صاحب السمو حفلنا الكريم. يتقدم الآن قائد طابور العرض العسكري الملازم والمظلي محمد بن سعدان الزهراني للاستئذان من سموكم الكريم في بدء العرض العسكري. استعد أبطال سلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعهد والولاء والطاعة قائد طابور العرض العسكري الملازم والمظلي محمد بن سعدان إبراهيم المفضل الزهراني أستاذن سموكم لبدء العرض العسكري. أمرك. قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الحدود الشمالية تستعرض علمين در. عادة سر. بسم الله وعلى بركة الله تنطلق مسيرة الخير والنماء والعطاء. سم بسم الله ربي وانطلق واثقا تمضي يبارك الألق. حارس الأمن قوي عزمه كاسب الأمجاد من وقت سبق. يستمد العون في إقدامه من إله الكون من رب الفلق. عاهد الله على إيمانه فوفى لله ما كان نطق. إنه للأمن درع ثابت تتقدمهم راية خضراء خفاقة في السماء يحملها رجال أمناء بعهد الله أوفياء. تراصت بهم الصفوف وتشابكت منهم الكفوف. تظللهم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله شامخة عالية. ها هم الرجال ها هم الأبطال في ساحة السلم أو ميادين القتال. تدريب وتعليم عزم وتصميم شراسة وقوة محبة وأخوة برد وسلام للمحبين ونار تتقد على المعتدين. ها هم الأفلاد ولسان حالهم يقول سلكنا للمجد كل اتجاه فنال المثابر أغلى مناه. قهرنا الصعاب
فذلت لنا ودانت بعزم الرجال الحياة، فقام السلام ومات الظلام وعم الوئام كما قد تراه. لنا وطن نفتدي أرضه ونحمي سماه ونهوى ثراه، من الشرق والغرب أو في الجنوب أو الشمال. صاحب السمو حفلنا الكريم، أبناءكم الخريجون يستعرضون أمامكم حركات السلاح بالوضع الصعب.
صاحب السمو حفلنا الكريم خلق عسكري بلا استثناء، قسم للولاء وطاعة دون إباء، مطمئنا بالقضاء في سلم أو عداء، لشريعة إسلامية غراء. ملازم أول مظلي خالد بن محمد القرني، قائد مركز الإعداد والتدريب، يتلو القسم ويردده الخريجون من بعده. الخريجون لأداء القسم. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. صدق الله العظيم. أقسم بالله العظيم على كتابه الكريم أن أكون مخلصا لله عاملا بشريعة الإسلام مطيعا لمليكي مدافعا عن وطني بكل ما أملك من وسائل، وأن أكون سلما لمن سالمه وحربا على من حاربه، منفذا لجميع أوامر رؤسائي في غير معصية الله، محافظا على سلاحي فوق كل أرض وتحت كل سماء، والله على ما أقول شهيد. السلام عليكم. صاحب السمو حفلنا الكريم، إنما ستشاهدونه من تدريبات وفرضيات لرجال قوات الطوارئ الخاصة اليوم هو حصاد جهد وبناء لرجال صادقوا الله ما عاهدوه، سواء في مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب أو حفظ الأمن، وهي لتدريبات يومية مهمة لرجال قوات الطوارئ الخاصة، والتي تمدهم بعد عون الله سبحانه بالعزيمة والقوة والإرادة لتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات. يتقدم ملازم أول أحمد بن حسن سهل لشرح فرضية المهمات الخاصة والمتمثلة في استيقاف معدات النقل الثقيل. السلام عليكم. نستعرض يا صاحب السمو فرضية استيقاف معدات النقل الثقيلة، حيث تعتبر المعدات الثقيلة من أخطر وسائل النقل التي تستخدم من قبل العناصر الإرهابية، وذلك لعدة أسباب، ومنها سهولة تنقلها دون لفت الانتباه، قدرتها على حمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة والمشتعلة، توفر كميات كبيرة من الوقود القادر على حدوث انفجار كبير أو هائل، صعوبة استيقافها. وفي عصرنا الحاضر شواهد لعديد من الحوادث الإرهابية المستخدمة بها المعدات الثقيلة، ومن ضمنها ما حدث في مدينة نيس الفرنسية عندما اقتحم شخص يقود شاحنة بدهس حشودة، مما أدى إلى قتل وإصابة العديد من الأشخاص. وتتضمن فكرة الفرضية تجهيز عربتان مصفحتان، الأولى مجهزة بخطاف قادر على استيقاف الشاحنة معتمدا على ثقل وزن العربة، والعربة الأخرى مزودة بشريط ناري يتم تفجيره عن بعد، والهدف منه إرباك السائق. وسوف تشاهدون بإذن الله بعض مهارات رجال قوات الطوارئ الخاصة في الاستيقاف والقبض وإتمام العملية بالشكل الكامل. نستأذن سموكم لبدء الفرضية.
ترون من يسار المنصة يا صاحب السمو قدرة التحمل لرجال قوات الطوارئ الخاصة من خلال سحب مركبة يبلغ وزنها أكثر من 2 طن ونصف. روحنا كتاب الله وقلبنا السنة ينطمع فينا العدو ما علي منه لا ما علي منه. صاحب السمو حفلنا الكريم مع فرضية مكافحة الشغب والمتظاهرين يتقدم لشرحها لازم أول مظلي رايد بن نوار العتيبي. السلام عليكم. قضية مكافحة الشغب والمتمثلة في السيطرة على المتجمهرين حول مقر إحدى الشركات التجارية، فيتم إرسال مجموعة من عناصر البحث والتحري للحصول على معلومات كافية من حيث تحديد أسباب التظاهر وهل لدى المتظاهرين أسلحة أم لا، فيتضح لنا وجود البعض منهم ممن لديه أهداف مخالفة للنظام، فيتم التعامل معهم وتهدئة الأوضاع والقبض على المحرضين منهم باستخدام أساليب التعامل مع الشغب والتدرج في استخدام القوة حسب التعليمات والأوامر. أستأذن سموكم الكريم لبدء العرض. السلام عليكم. السلام عليكم. الرجاء الالتزام بالهدوء والتمسك بقوانين الدولة، ومن كان له حق فيأخذه بالنظام وليس بهذه الطريقة، وليعلم الجميع أن ما تفعلوه مخالف للنظام وأنه معرض للعقوبة الصارمة، فأرجو من الجميع الالتزام بالهدوء ومغادرة الموقع في الحال.
سرية 16/5 للعمليات. أرسل. المطلوب سرية 16/3. من العمليات إلى سرية 16/3. أرسل. تم السيطرة على موقع سين والقبض على المحرضين وتفرقة المتجمهرين. بإمكانكم الآن مغادرة موقع سين. علم بالأمر. الله أكبر يا بلد، انت روح في جسد، عشت يا نبض الوليد، في قلوبنا انت الوحيد. الله أكبر يا بلد، انت روح في جسد، عشت يا نبض الورد، في قلوبنا انت الوحيد. يا ثرى جدي وابوي، يا فدا نفسي واخوي. يا ثرى جدي وابوي، يا فدا نفسي واخوي. لا لا وربي ما تهون، دونك جموع تصون. لا وربي ما تهون، دونك جموع تصون. كل شبر من ثراك من طمع به في هلاك. الله أكبر يا بلد، انت روح في جسد، عشت يا نبض الوليد، في قلوبنا انت الوحيد.
العملية اللي فاتت، والحين عمليتكم الجديدة يا رجال. ان شاء الله. هذه الأسلحة وجدتكم والمتفجرات وجدتكم يا رجال، ونبي الهمة يا رجال. ان شاء الله بإذن الله. اليوم بعطيكم وش الموقع، عندنا التخطيط جاي وكل شيء بإذن الله. والدعم ابشروا بالدعم، ابشركم اليوم وصل الدعم، جانا من طيران، جانا الدعم من طيران وكل شيء عندنا. الله اكبر. لكن نبي عملياتكم يا رجال. يا رجال
سلام خذ قادر ارحم مجد في كل الأزمان يا ما عدوك يا بلادي تعنى ويا ما عدوك يا بلادي تعنى عز الوطن وصقورها ترفع الشان في طايرات تردع الشر عنا داري شموخ المجد للمجد عنوان ونكسر خشوم بالمذلة تغنى اليوم مجد المملكة